بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي قصنا على المسيح حسبنا لنا من أتباع خير المرسلين وخير ولي في الأنعام الرحمن الرحيم الذي قد هد جلاله سيء وكبرياء الهوى وحول بيته وسبليه وعقد سطرة جبروت الملوك وكاسرة الحكام ملك يوم الدين يوم الحرب والحساب بين يدي رب البرية يوم يرفع عنك من الحساب والعقاب والهول والانتقام إياك نعبد فأهدنا إلى قوم طريق يوصلنا إلى حضرة الغنية ونجنا من هول يوم الحسر واجعلنا من حضرة الخاتم من أولياء السلام الإسلام وإياك نستعين على قدم الشهوات والأهداء حتى نكون من المبغوضية وصدقنا وقارنا إلى ما يكسب الختام ويسر الإسلام اهدنا الصراط المستقيم إلى الحضرة المستوية وأمن روحتنا واحصرنا في سمرة سيقنا يوم يوقف بالنواسي والأقدام صراط الذين أنعمت عليهم ذلك في دار الدنيوية والأخروية وألبستهم هلال الكمال وتوجههم بدار الكرامة والسلام غير المغضوب عليهم ومغضوب برحمتك وترتيب من الجنات الهدية وخير المختلف وسير الحسن عن سبيل هدايتك التي هي قاعدة الأمنية ولا المطلوبين عن باب رداك يا إله والنعم آمين أسجل ما دعوناك يا رب البرية وكبر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا والأنام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق من التوقفات والرحمات الإلهية وصحبه في وجود الكائنات بلا شك ولا إمام والخاتم لما سبق من النبوة والرسالة وسائر التجريات بوجوده فلولا ما خلق العالم ولا فدة الأسرار ولا سهر الدين الإسلام ناصر الحق بالحق داهر دين الكفار وحامل بمحمد الله على الأيدي الإسلامية نافذ التهايل والقضيات والأفراد والأرحام والهادي إلى صراطك المستقيم حتى لهالة الرقيق القويم الموصل إلى حضرتك القدسية فهو شمس الكمال وقمر التجليات وقامك الأحسن لمن رحم الوصول إلى دار السلام وعلى آله المصطفين الخيار من سلالة الإنسانية وسالكين سبل الهدى والمقتفين أثر الفتاحين على دوام حق قدره ومقدار العظيم عندك يا منسانا الأولية ويا آخر الأمثلة وكل حقيقته وآخرته آمين بسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم بارك ما قرأناه وبركة ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وخلق رسوله الكريم ونعم على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الزاهدين اللهم ربنا تقبل منا خلنا القرآن وتجاوزنا ما كان في تلاوته من سوء اللسان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على خير ما أنزلته أو عيب أو سك أو تأجيل عند تلاوته أو كسر أو سرعة أو سيف لسان أو وقوف بغير وقم أو إدخال بغير مدخم أو إرسال بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جسم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحاسب من كل الإله فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فتى من قرأه مؤديا قوما والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة ولنا ولا تختم لنا بسر وسخاوة ونبينا قبل المنايا من قبل جبل كسلان أمنا من هذا بالقدر ومن سائر منكر ونكير من نكير الجيلان أمنه من هذا بالقدر من سائر منكر ونكير من نكير الجيلان وبين وجوهنا وبين وجوهه
يوم البحث وأنت رقابنا وأنت رقابه ويمن كتابنا ويسر حسابه وسكن ميزاننا وسكن ميزانه بالحسنات وثبت أقدامنا وثبت أقدامه على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وأسكنه في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه السلام وارزقه جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان وأكرمه بلقائك يا ديان أستجب دعاءنا بركة أولادك والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وسيدنا من تقبل العظيم بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السريعة والقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين في الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين في البرزخ برحمتك يا أرحم الراحمين في القيامة اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سيدنا بسنة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن اللهم سيدنا بسنة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بكلمة القرآن وألبسنا بكلمة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وحسن الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأدخله الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة سفيا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعطنا بهداية القرآن وعافنا بهداية القرآن اللهم أهديه بهداية القرآن وعافيه بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن ونجيه من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بسماعة القرآن وأدخله الجنة بسماعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وارفع درجته بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن وكفر عنا سيئاته بتلاوة القرآن يا أسر الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل هم من القرآن حلاوة اللهم ارزقنا بكل هم من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية شهادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نفس نعمة وبكل رب نعمة وبكل سن سنان اللهم ارزقنا بالألف غرفة اللهم ارزقنا بكل الألف غرفة وبداية دارة وبساية سفرة وبالعين يمن وبالخير خنان وبالفاء فلان وبالقلب فرقة وباللام كفاية وباللام نصرة وبالجيم موعظة وبالنون نورا وبالله بصرة وبالله هداية وبالله من في اللقاء وبالله يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأجمعين اللهم بارك الصواب ما اخترناه ونور ما ترونه إلى روي سيدنا محمد عليه السلام وإلى روايتنا وسنتنا وملاسنا وخيرنا وصاحبنا ومقدمنا شيخ سيدي محمد خالد ابن التفسير اللهم اصل صاحب ذلك اليه وجعل النور يسعدنا اليه اللهم تربي مقامه الحمد لله من صلاه الفاتحه jërëjëf ma Habib Ndiaye jërëjëf في قبر السماوات الواسعة والهجة الباركة والقول الثابتة والنور المتقدم في الآن المبين وجاف له عن جنبيه وارحمه واغفر له ولوالديه يا أرسل الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آتيه في القرآن الأمن يوم الفصل على الصراط ورفعه عند سجده وتسكير الميزان عند قبته وتيسير الحساب والمغفرة والورود إلى رحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ما أتاك به من حسنة فتقبلها وما أتاك به من سيئة فتجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل صواب ما اخترناه وبركة ما تولناه من كتابك العزيز هدية حسنة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك شيخنا وملاذنا وخيرنا وخيرنا ومقدمنا تصدق سيدي محمد أكرم مقامه ويسر لسانه ودائم ثوابه وجرك مقته سلامه اللهم علي صوته وارحم خلقته وعلى سيدنا محمد فاتح ما أغلق وفاتح لما أسبق الناصر الحق وهذه إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم يا فتح ابتلنا من كل ذلك خير فتح وانا من ذلك من النبيين وسيدنا وصحبه وسائر رسول الله كذلك فسالك فضل من الله أنمت عليهم خير مغضوب عنهم ولا ضالين آمين وعسى الله أن يأتيني بالفاتحة من جنات عدن مفتحة لهم رباه وعندهم مفاتيح الخير لا يعلمها إلا هو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولو أننا نقول آمنوا واتقوا لفتحنا على البركات من السماء والأرض إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ولما فتحوا متى وجدوا بلاده والتدين واستفتحوا وقالوا كل جابر الهندي ولو فتحنا هذه الباب من السماء فصلوا فيه يرجون إذا قام يكسبوني فوق بين وبين فتح ومدين المؤمنين ما يفتح الله ولنا سبيل رحمته فلا يمسك الله وما يمسك ولا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم حتى إذا جاءها وفتحت أبوابها وقال له خزنتها سلام عليكم كنتم فادخلوها خالدين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر من جميع مطالبك وإنك صراط مستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا وأنزل السكينة عليهم وأزالهم فتحا قريبا ومخارم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وآتيكم الله مخارم كثيرة تأخذونها وأنزل لكم عزيزا وإلينا زنتم ولتكن آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا نصر من الله وفتح قريب وبصر مبين وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره وتعالى يا فتح الكلام من كل باب خير فتح على محمد رسول الله وبجاه الخاتم لما سبق اختم لنا بخاتمة ناجينا راجينا لسنة لهم ولا بعده لسنة أسرفوا ولا بصير لا تخلق من رحمة الله وبجاه ناصر الحق بالحق وانصرنا على جميع الأعداء نصر مسكين له أتتخذون وظن خان أعوذ بالله وبجاه هذه إلى صراطك المستقيم اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله